السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. طبعا احنا بنتحدث معكم من داخل الخيمة خاصة بالصحفيين. حالنا كحال الناس، يعني الظروف الآن صعبة على الجميع. سؤال مهم جدا: ليش الصحافة غير محمية؟ الصحافة غير محمية، خاصة الصحفي الفلسطيني. يعني الاحتلال الإسرائيلي بدوش الصورة انها تبث وتطلع للعالم والعالم يشوف ايش بصير فينا في داخل قطاع غزة، ما بده. فبالتالي بيقوم باستهداف الصحفيين، بيقوم بتوجيه اتهامات لهم بشكل مباشر. هو من الأصل منع منع دخول الصحافة الأجنبية والصحافة الغربية إلى مناطق شمال ومناطق قطاع غزة حتى ما يوثقوا اللي صاير في قطاع غزة. فالآن لاحظ أنه صحفيين غزة والصحفيين الفلسطينيين وصلوا الصورة ووصلوا الصوت وكشفوا كل الجرائم اللي حصلت. فبالتالي كيف بده يكتم هاي الصورة ويكتم هاي الصوت؟ بقوم باستهداف الصحفيين، باستهداف عائلاتهم، باستهداف أماكن التغطية لمحاولة ردعهم والتوقف عن التغطية. فبالتالي هي كل الموضوع. وبروح بيعمل اتهامات للناس، توجيهات، تهديدات للصحفيين من أجل تبرير قتلهم. الآن الجميع بيقول لي: أنت ليش ما توقف عن التغطية؟ الآن في خطر عليك، في تهديدات عليك، في ادعاءات عليك. أنا ما توقفت عن التغطية وأنا في دائرة التهديد. مش أنس الشريف فقط، مش الصحفي أنس، احنا بنتحدث عن أكثر من 180 صحفي تم استهدافهم. بالتالي ما في إنه نتوقف لحظة واحدة عن التغطية. التغطية ستبقى مستمرة رغم التهديدات، رغم الاستهدافات. وكما قال الله عز وجل: فاقضي ما أنت قاض. فاللي كاتبه ربنا بصير، واللي له عمر بعيش إن شاء الله تعالى. الآن هان دور المؤسسات الصحفية والمؤسسات الدولية لإنقاذ الصحفيين. هدول الصحفيين كانوا يوثقوا وينقلوا الصورة من داخل قطاع غزة، وإحنا مستمرين في نقل الصورة، مش راح نتوقف. لكن إحنا الآن واجبنا، الآن كل واحد بيقول: إيش أنا دوري؟ لا، أنت إلك دورك إنك تتحدث عن قضية الأمة وعن قضية غزة. للأسف الكثير اعتاد المشهد وأصبحنا أرقام في ظل استمرار الحرب بهاي المدة وسكوت الناس. حتى الكثير من المؤثرين بطلوا من الأصل يتحدثوا، هم من الأصل ما كانوا يتحدثوا عن غزة واللي فيها، في ظل